هو جمهور الزمالك من حقه يفرح ويزغطط ويزيد بفوز الزمالك بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان، ولا مش من حقه يفرح؟ وانت كاهلاوي ليك حق تقلل من فرحة الزملكاوي بفوزه بالكونفدرالية؟ مبدئيا الزملكاوي من حقه يفرح ويزغطط ويقلع التيشيرت ويلف ملط في الشوارع بفوز الزمالك بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان. وانت كاهلاوي مالكش حق انك انت تقلل من فرحة الزملكاوي، لان انا كاهلاوي لو الاهلي عمل اي انجاز هفرح بيه، ومن حق اي مشجع لاي فرقه في العالم انه يفرح باي شكل من الاشكال باي انجاز لفريقه. طبعا زي ما احنا عارفين الزمالك ليه فتره كبيره ما بياخدش بطولات ولا ما بياخدش القاب، فانا مش عاوز اقول لكم ان فرحه الزملكاويه طبعا احنا عارفينها وهم ليهم الحق، وانت كاهلاوي مالكش انك انت تقلل من فرحه الزملكاويه. لكن امتى اعترض بقى؟ لما الاقيك بتحط اسم فريقي في جمله مفيده، لما الاقيك الكلام اللي انت كنت بتقوله قبل كده انت بتعمل عكسه بعد كده، او انك انت بتحط فريقك في مقارنه معايا وبتحاول تقلل من انجازاتي. فانا دلوقتي هسألك كزملكاوي مبسوط وفرحان طبعا بالفوز بالكونفدرالية، فانا ليا عندك أمنية بسيطة جدا، انك تجاوبني بأمانة وضمير ومنطقية. قبل كده انت كنت بتتهم النادي الأهلي شوية اتهامات تقريبا معظمها حصل النهاردة في مباراة نهضة بركان، فانا محتاج حضرتك تجاوبني بأمانة وضمير. من فترة الزملكاوية والإعلام الزملكاوي طلعوا يهاجموا مخرج مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا، ودايما بيتهموا مخرجين المباريات بتاعة النادي الأهلي انهم ما بيعرضوش اللقطات الحقيقيه علشان النادي الاهلي ما يتحسبش عليه ضربات جزاء ولا لعيبته وتاخد كروت حمراء، ودايما مخرجين مباراه الاهلي بيداروا الحقيقه. ده كلامكم قبل كده ولا مش كلامكم؟ ده انتوا حتى بعد مباراه الاهلي ومازيمبي شتمتوا محمد نصر واهنتوه اهانات، رغم انه هو اصلا ما كانش مخرج مباراه الاهلي ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا، رغم انه المخرج اصلا بتاع مباراه الاهلي ومازيمبي عرض لقطه هدف مازيمبي وكمان ما كانش عاجبكم. نيجي بقى لمباراه الزمالك ونهضه بركان، في لقطه لصالح نهضه بركان ومدافع نادي الزمالك وهو بيتدخل على مهاجم نهضة بركان، وفي شك انه في ضربة جزاء. مش هقول لك انها ضربة جزاء مع ان انا شفتها وضربة جزاء. هل مخرج المباراة عاد اللقطة دي من كل الزوايا اللي توضح انها ضربة جزاء او لا؟ فكك انها ضربة جزاء ولا لا، مخرج المباراة عاد اللقطة من كل الزوايا اللي توضح انها ضربة جزاء ولا لا؟ الاجابة اكيد مليون في المية ما عرضهاش ولا هيعرضها، ولو قعدنا المليون سنة لقدام مش هيعرضها. انت بقى كزملكاوي بتتكلم عن الضمير والحيادية والامانة والمنطق. هل انت اتكلمت عن اللقطة دي وقلت ان مخرج المباراة فاسد ويوجه حكم المباراة في اتجاه فوز نادي الزمالك على نهضة بركان؟ هل انت كزملكاوي عندك ضمير؟ طبعا انت عندك ضمير، طلعت وقلت ان مخرج المباراة ده فاسد؟ انا بكلمك بنفس تفكيرك وبنفس الاتهامات اللي انت بتتهمها للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، فانا بعرض لك الاتهامات دي وبوجهها لحضرتك علشان تجاوبني زي ما انت بتتهمني انا هتهمك. يجي بقى النقطة تانية، لما كنا بنقول انه النادي الاهلي عاوزينه يتساوى مع ريال مدريد او تساوى مع ريال مدريد او قرب من ريال مدريد في البطولات القاريه، كنت انت بتيجي وتقول لي هو انت هتساوي نفسك بريال مدريد؟ مع اني انا كاهلاوي ما قارنتش نفسي بريال مدريد، ده انا كنت بقارن نفسي كارقام، وده شيء موجود في العالم كله. انا ما قلتش اني زي ريال مدريد ولا مستواي احسن من ريال مدريد ولا الكلام ده خالص. دلوقتي اعلام الزمالك وقناه الزمالك بيقول لك الزمالك تساوى مع ليفربول وبايرن ميونخ في عدد الالقاب القاريه. يعني ازاي بتحرم عليا الحاجه دي وانت بتحللها لنفسك؟ يا راجل يا اللي عندك ضمير جاوبني، مش محتاج منك غير اجابات بسيطه بس، ودي حاجه ما تزعلش. الاتهامات دي انت كنت بتتهمني بيها، يعني انا مش جايبها من بيتنا.